السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. هنعمل مع بعض أحلى بسبوسة مكرملة. تابعي معايا الفيديو للآخر واعرفي ازاي بتنجحي البسبوسة. أولا البسبوسة من الحلويات السهل الممتنع. يعني ايه؟ يعني سهلة جدا في عمايلها بس مش بتنجح مع أي حد. جربيها بالطريقة دي وبإذن الله بإذن الله هتطلع نفس طعم اللي بتجيبيها من بره بالظبط. أنا مش بقول كلام، لا، جربيها بطريقتي وتعالي قوليلي لا ما طلعتش زي ما انتي بتقولي. هي بتتكلم عن نفسها اصلا دايبه دوب، لونها تحفه. آه كل حاجه فيها مظبوطه، بسم الله ما شاء الله. بتمنى ان انتوا تحطوا لي لايك وما تنسونيش ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلوا لي زر الجرس، وهنقول المقادير ويلا بينا. اول حاجه معانا نص كيلو من دقيق البسبوسه الناعم. معانا كمان كوبايه الا ربع من السمنه. 170 جرام، انا هقول بالكوبايه وبالمعيار. معانا كمان كوبايه سكر 200 جرام. معانا نص كوبايه من الحليب ومعلقتين 150 ملي. ربع كوبايه من الميه. معلقه من عسل الجلوكوز، ما عندكيش عسل جلوكوز ممكن عسل نحل. ما عندكيش عسل نحل ممكن تستبدليه بالشربات التقيل. اول حاجه هنجيب حله ننزل فيها بالسكر وربع كوبايه الميه ونرفعهم على نار متوسطه. نجيب معلقة عسل الجلوكوز. معلقة عسل الجلوكوز بيظبط القوام جدا يا جماعة بتاع البسبوسة. لحد ما ينزل عسل الجلوكوز من المعلقة مش هتحطي معلقة تاني في الحلة نهائي. كل شوية بتجيبيها وتقلبيها. بس لازم عينك عليها، انت في سنة بسيطة جدا بين الكرملة وبين الحرق. ناخد بالنا من النقطة دي يا جماعة. لحد ما وصل معانا اللون التحفة ده هنبدأ ننزل بالسمنة بتاعتنا. البسبوسه بتحب السمنه البلدي او الحلويات الشرقي عموما. ما عندكيش مش مشكله، استعملي سمنه نباتي، بس انا بتكلم ان البسبوسه بالذات بتحب السمنه البلدي. هتلاقي معاكي السكر مسك، مفيش مشكله ما تقلقيش. الحليب انزلي بيه دافي عشان ما مجرد ما هتحطيه هتلاقي اصلا السكر شد ونشف منك. فلا، هو هتلاقي مسك بس لسه طري. هنرفعه على النار تاني لحد ما يسيح خالص ويفك الخليط ده. هنجيب في التوقيت ده صينيه مقاس 28 ندهنها دهنه محترمه من السمنه البلدي. ممكن مقاس 28 وممكن مقاس 30 من الصينيه، حسب ما بتحبي السمك بتاع البسبوسه. جبنا الخليط بتاعنا، سيبناه يهدى شويه، ضربناه بالهاند بلندر او الخلاط لحد ما داب التكتلات، لان الحليب اول ما يطلع على النار بيعمل تكتلات، فانا بضربها في الخلاط. اوعي تضيفي الخليط بتاعك السائل على دقيق البسبوسه وهو سخن، هيبوظ لك البسبوسه. لا، اصبري عليه لما يدفى، يعني لا هو ساقع ولا هو سخن، يكون دافي عشان السمنه تتجانس وتتمكس كلها مع الخليط. ما تقلبيش كتير في البسبوسه، البسبوسه ما بتحبش التقليب كتير. لا، انت بتفضلي تقلبي بس لحد ما الخليط كله يمتزج في بعضه. وبعد كده بتنزلي عليها بتنزلي على الخليط كله في الصينيه بتاعتنا. نبدا نفرده فرده كويسه. فعلا الطريقة دي يا جماعة روعة، صدقيني جربيها ومش هتندمي ان انت عملتيها. نبدأ نخبط الصينية بتاعتنا في الكاونتر حوالي 5 6 7 مرات زي ما انت عايزة لحد ما تظبط بس معاكي في الصينية. بعمل ايه؟ ببل ايدي مية وبمشيها على وش البسبوسة عشان وش البسبوسة يبقى متساوي. بتجيبي اي نوع مكسرات عندك، حبها سادة مفيش اي مشكلة. بنبدأ نرصها بالشكل ده، بندخلها على فرن 180. بتقعد حوالي نص ساعة في الفرن. بعد كده الشربات بتاع البسبوسه لازم يكون سخن وهي في الفرن. وبدات ان هي خلاص هخرجها. بجيب كوبايه وربع من السكر، كوبايه وربع من الميه، معاهم معلقه صغيره جدا من عسل الجلوكوز او عصره من الليمونه. برفعهم على النار لحد ما يغلوا، هي 7 دقايق بس. قبل ما نشيله من على النار معلقه من السمنه البلدي الصغيره. اولا بتديكي لمعه حلوه جدا للبسبوسه معلقه السمنه دي. بنخرجها سخنه والشربات سخن. بننزل على البسبوسه بتاعتنا. البسبوسه الناجحه مجرد ما بتنزلي عليها بالشربات بتتشرب الشربات بسرعه. اعرفي ان كده طريقتك ناجحه جدا. بنضيف. هي ما خدتش معايا كل المقدار، لا خدت اقل من المقدار ده. مجرد ما تلاقيها وقفت وما عادتش بتشرب بالشربات بتاعها وقفي، ما عدتش تضيفي عشان ما تبقاش طريه جدا منك ومسكره بزياده. هنسيبها نغطيها ونسيبها نص ساعه ونبدا نقطعها لحد ما تهدى خالص. في معلومة عشان تنجح معاكي البسبوسة. أنا وقعت فيها بس صلحتها بعدين.
ضيفي معلقتين من الزيت، شيلي معلقتين من السمنه، حطي معلقتين من الزيت، خصوصا واحنا في الشتاء، لان السمنه بتجلد معاكي او بتعمل ماده دهنيه. لا، الزيت بتخليها طريه، بتساعد السمنه تكون طريه جدا، ما تعملش طبقه دهنيه، وتطلع معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد من اروع البسبوسه اللي عملتها. انا جربت طرق كتير جدا على فكره، دي من اكتر الطرق الناجحه معايا وزي المحلات بالظبط. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.